السلام عليكم. كيفاش مالا سي جلال؟ ما تمشيش دومي فينال تستقيل؟ لوبجيكتيف نتاعك دومي فينال كاس افريقيا يا معلم. يا معلم راك كراكوز اليوم، فهمش معناها كراكوز؟ خليني نسمي الاسماء بمسمياتها. يزينا ما كالتبييض، ويزينا مدهينة، ويزينا ما كالحكايات الفارغة. ذاك تروح اليوم تعملوا ضد ناميبيا؟ يا معلم ناميبيا تربحك، ناميبيا تماركيلك، وانتي وين ما فهماش؟ يا معلم يا جلال، يا اقوى مدرب انا جبت كرة القدم التونسية. تعرف انا لو جيت نقدر نكتب فيك مرسوم، ريت نكتب فيك تقرير الى اعلى هرم في الجمهورية، نقول لهم السيد هذا لازم تعزلوه، لازم يبطل. ريت التدريب لازمك تبطل، لازمك تمشي تعمل حاجة اخرى غير التدريب. يا معلم 12 مليون تونسي باش تهبلهم، 12 مليون تونسي باش تطلع لهم الدم. يا معلم ايش تعمل في وسط التيران؟ فسر لي بياه ميساج. انا باش نبدا من الاخر. الشونجمون اللي عملته دقيقه 90 ولا وقت اللي ماركيو لك البونتو نتاع السرارف، هذاك الشونجمون باش تربح بيه معناه انت؟ هذاك على خاطر انت قبلت بونتو باش تهبط كابتن ماجد، باش تهبط الكابتن غريب؟ ايش تحب تعمل بالضبط؟ فسر لنا انا مش فاهمينك. انت اليوم مانيش فاهمينك شي حبيت تعمل. يا معلم مازلنا نبداو، يا ربي العميل عليك العاشوري على اليمين ضيع علينا يمكن 35 دقيقه. اول قلبه تبدل عاشوري على اليسار ويوسف مساكني على اليمين، تك تك عمل لك الكعبتين نتاعو، جاب فرصه. السلام عليكم. الله غالب الاولاد، هذيك هي الكورة الملاعبية. الإطار الفني بقيادة سي جلال القادري حبينا اليوم، عملنا مجهودنا باش نتعادلوا أمام منتخب ناميبيا. ربي ما حب، سبحان الله خسرنا. مش المنتخب التونسي أول منتخب ينهزم، وشكون انهزمنا؟ ضد المنتخب الناميبي اللي هو اليوم أفضل منا. المنتخب الناميبي اللي حبينا وعملنا مجهود كبير باش نتعادلوا ضده، أنصفتوا الكرة على المستوى الممتاز اللي قدموا اليوم أمام نسور كارتاج اللي جلال القادر يردهم كتاكيت. كارتاج جلال القادر يردهم فلالس، كارتاج جلال القادر يردهم دجاج. كارتاج انهزمنا اخوي، منتخب ناميبيا راهو اللي انهزمنا اليوم ضده. ما نحقروش يا الاولاد، راهو الترتيب نتاعو 115 في ترتيب الفيفا، راهو القيمه التسويقيه نتاعو على حسب الترانسفير ماركات راهي 3 مليون اورو ما ادراك. يعني ما تجيش في الساق اللي صار نتاع حنباع المجبري اللي ما كانش اليوم موجود في وسط ميدان المنتخب التونسي. المنتخب الناميبي اللي عمره ما انتصر ولا في مقابله واحده في كاس افريقيا، اليوم ينتصر على المنتخب التونسي. للاسف الشديد كما قلنا حبينا نعملوا مجهود وعملنا مجهود كبير، ما انصفتناش، او الكرة انصفت اللي يستحق الانتصار وهو المنتخب الناميبي. برافو جلال القادري، برافو. قال لك يا بيار يا اخي عندك مشكلة معاه يا اخي، كي نزل عليه يا معلم كل فيديو نزل عليه جربوع ما ينجمش، مش بتاع يدي بتاع باطحة، يهديكم ربي. راخي نفدلكوا احنا كي قلنا ماهوش مدرب رخيص، السوم نتاعو رخيص وهو زاد رخيص. كيفاش يسمع في الذله ذايا الكل وبكبش المنتخب التونسي بالطبيعه يضرب في 35 مليون في الشهر. منين باش يلقاهم؟ منين بجاه ربي يا الاولاد، منين باش يلقاهم جلال القادري 35 مليون في الشهر؟ يعني احنا يركب لنا العصب ويضرب 35 مليون. عسلامة الناس الكل. برافو الجامعة، برافو الملاعبية، برافو جلال القادري. ديغاز جلال القادري، اخرج علينا جلال القادري. شكونك انت جلال القادري؟ معناها مدرب هاوي يتعلم في الحجامه على روس اليتامى. قلنا في واحده معناها من الريزو سوسيو، قلنا جلال القادري في الفورماسيون اللي فات اسمع الكلام معناها اسمع كلام حتى الشعب التونسي، اللي اي مواطن بسيط ينجم يهبط لك تكتيك معين وملاعبيه في بلاصتهم، تجيب ولدي الصغير يهبطوا لك التكتيك. مدرب يتعلم. هبلنا بلغه الكوره، هبل للتوانسه، ما فهمنا حد شيء. قال لي الاخر ما عادش تخرج تحكي الشو بعد الماتشوات. مالا شنو نعمل؟ شنو يلزمني نعمل باش الشيء الدخلاني هذاك نخرجه؟ شنو يلزمني نعمل؟ ديجاج خرجوه علينا يا جماعه. فساد بالنسبه لي، فساد انه يقعد معناها مدرب هاوي يتعلم في الحجام على رؤوس اليتامى في المنتخب التونسي. فساد. منتخب ناميبيا يصنع فيه تاريخ على حساب المنتخب التونسي وما أدراك. المنتخب التونسي، ناميبيا والمنتخب التونسي
يصنع في تاريخ اول انتصار ليه في الكوب دافريك. على شكون؟ معناها على شكون؟ على المنتخب التونسي، على خاطر مش احنا ضعاف، على خاطر عندنا مدرب هاوي ومدرب يتعلم وما فماش شكون يوقلوا، ما فماش شكون يعلموا. يا ولدي قسمت بالله قبل ما يوفى الميتون خبر عاجل مره اخرى، خبر عاجل اقاله جلال القادري وتعويضه باي مدرب في الساحه الوطنيه، مش باش يكون اخيب منه. يا خويا عليه هكا، بربي عليه معناها اللي صار مع غامبيا، معناها الكوب دافريك اللي فات قاعدين نعملوا فيديو ريكور في تاريخ تونس ما عمرها ما صارت. اللي صار مع غامبيا في كوب دافريك اللي فات تو يصير مع ناميبيا. المباراة المفتاح، المباراة اللي لازم نربحوها، الماتش نوعا ما السهل. تونس تنهزم امام ناميبيا 1-0. الحمد لله انهي نتيجة كانت منتظرة. تقريبا كل جماهير يعني تتبع في الكرة التونسية كانت تعرف اللي هي المنتخب التونسي رايح حكايته فارغة. هذايا يعني ناس واضحة وعندها المشاكل نتاع المنتخب التونسي باللقاءات الودية، كل مرة تشكيلة، كل مرة يعني ما فماش فكر، ما فماش ستيل دو جو. خليوا المدربين يخدموا على رواحهم. المنتخب التونسي يعني حتى كي سمعت انا البوعزيزي اخر مرة في بلاتو قال لك هبط لي اللقاء مانيش عارف دروغبا بجنبي، كان كي قالوا لي في الفيستير هذه الحكايه عندها 10 سنين التالي باش تفهم، ولا 15 سنه التالي باش تفهم اللي المدربين راهم التوانسه يجيبوهم يرميوهم، يقولوا لهم بروا اهبطوا يعني لا لا لا, لا يقراوا ضد شكون يلعبوا ولا شكون هم اللاعبين، والا اللاعب التونسي كي باش يلعب في المكان نتاعو شكون باش يلعب بحذاه. يعني هكاك اهبط واكتشف في يوم اللقاء ومن بعد تو نحكيو في الميطان ولا كيو في الماتش، يعني مش مشكل يعني الشيء هذايا. وانا كنت متاكد يعني الكره التونسيه تعاني في جرة هالمدربين التوانسه، والى يومنا هذا قاعدين نعاودوا في نفس الغنايه، خلوهم يخدموا خليهم يخدموا، هلا خلي يخدموا، قاعدين يخدموا بطبيعتهم. يعني تشوف حاجات من اغرب ما فما بصراحه بالنسبه لي انا. لا فما فكر، لا فما يعني ماتش نتاع لقاء ودي اليوم، حتى لقاء ودي ما جاش يعني لا تلعبوا الكوره، لا بريسينج، لا الخطوط وينهم، ما فما حتى شيء. على كل حال بالنسبه لي انا يعني نتيجة منتظرة. يعني كانت الفرق الإفريقية قبل يعني كما نقولوا داخلة بعضها برشا، إلا غانا والكامرون وغيره. صحيح هما توا حتى هما همش قويين، لكن على الأقل يعني تكتيكيا تحسنوا شوية. هذا اللي أنا دايريته. يعني أي فريق يلعب ضد المنتخب التونسي يكون عنده نوع نتاع فكر راهو يربحك، على خاطر أنت ما عندكش فكر، لا تكتيكيا أنت واضح. يعني كان من الأجدر بالنسبة لي أنا، وحكيت أنا قبله في المدة الأخيرة قلت علاش المنتخب التونسي بحكم ما عندوش فكر